كانت نهى وأدهم في يوم من الأيام مثال للزوجين اللي بيتقال عليهم عايشين حياة مستقرة. اتجوزوا عن حب وأنجبوا ولدين، مالك وآسر. كانت حياتهم شكلها من بره مثالي، لكن الحقيقة جوه البيت كانت نار بتهد الحيطان. بدأت المشاكل تظهر بعد أول سنتين زواج، لما الضغوط زادت والآراء بقت دايما متضاربة، وأدهم بقى رافض إنها تشتغل، وهي شايفة إن شغلها مستقبلها ومش عايزة تبقى مجرد ست بيت. الخناقات كان بتوصل للشتايم، والشتايم بقت صوتها بيطلع للشارع، وكل مرة الولاد قاعدين بيعيطوا في الأوضة التانية مش فاهمين غير إن صوت باب بيتقفل، واحد بيصرخ وواحد بيعيط. بعد 8 سنين جواز قرروا ينفصلوا، بس الطلاق ما كانش نهاية الخلاف، ده كان بدايته. دخلوا في دوامة محاكم، حضانة الولاد، النفقة، مصاريف المدارس، مواعيد الرؤية. أدهم رفع دعوى إنها بتبعده عن أولاده، وإنها بتقول إنه ما بيدفعش ولا جنيه، وإنه بيستغل الرؤية علشان يأثر عليهم ضدها. الولاد بقوا ضحية المعارك، كل واحد فيهم بيعيش نص حياته في بيت شكل ونص تاني بين المحاكم والاتهامات. مالك بدأ يهرب من المدرسة، قاصر بقى عدواني، بيشتم المدرسين وبيرسم رسومات كلها خناقات وضرب. المدرسة بعتت استدعاء لأهليهم، وكل واحد فيهم رمى اللوم على التاني. وفي جلسة من جلسات المحكمة الولاد اتحطوا في موقف مهين، القاضي بيطلب منهم يختاروا عايزين يعيشوا مع مين. مالك بص للقاضي وقال: أنا مش عايز أعيش مع حد، أنا عايز بيت فيه باب ما بيتقفلش بخناقة، أنا عايز أرجع صغير تاني قبل ما كل ده يحصل. الجملة دي كسرت قلب القاضي وكسرت قلوب اللي في القاعة، لكن للأسف القانون ما بيعالجش الكسر اللي جوه قلوب العيال. القانون بيحكم أوراق، لكن العيال بتحكمهم الصدمة والضياع